السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في هذا المقطع، والذي سأذكر فيه بعض الأشياء أو بعض الطرق أو المكائد التي يتبعها أهل البدع للترويج إلى بدعتهم. من هذه الخطط التي صدرت أخيرا، وهو أن يأتي شخص يزعم أنه من أهل السنة والجماعة وحنبلي المذهب للتمويه والتعتيم وذر الرماد في العيون، ثم بعد ذلك يزعم أنه من أهل السنة، ثم تدور أحاديثه حول وكلمات ليست من هدي السلف، كأن يقول مثلا: أنا أعشق أهل البيت، أنا أعشق أهل البيت وأبحث عن سيرهم، وكلما رأيت كتابا ألف من هنا وهناك أذهب إلى هذا صاحب الكتاب وألتقي به. ثم يفرد على صفحته يسمى أسماء أهل البيت 12 طبعا، دون ذكر آل عباس وآل عقيل، هؤلاء على جنب، يصفتهم على جنب، ثم يأتي بالآل 12 التي اختطها ونظر لها المفيد الشيعي 12 كما اعترف بذلك علمائهم. ويأتي يفرد ترجمة عن فضائله، فضائل أحد أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل بذلك لا شك في ذلك. ويذكر كتب السنة، العجيب أنه يذكر كل تراجمهم من كتب السنة. فهذه طريقة ماكرة للترويج، لنشر الفكر. فبداية الشيطان يبدأ خطوة خطوة. الشيطان له خطوات كما قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فخطوات الشيطان يبدأ بكلام جميل وكلام لا غبار عليه، ثم بعد ذلك إذا تمكن من غرس أهل بيت النبي في صدرك وأنهم لهم فضائل لم نسمع بها ولم يذكر أحد، ولا يأتي بك إلى منظومة 12 إماما، ثم بعد ذلك عصمتهم، ثم بعد ذلك الشبه جاهزة من هنا ومن هناك. لماذا أخفوا ولماذا أقصوا وأين ذكرهم وأين حديثهم وهي الكلمات لخفوا، طبعا الشبه جاهزة. ثم بعد ذلك يؤدي بك إلى الخطوة الثانية، وهي الاعتقاد بعصمتهم وأنهم الأحق لريادة هذه الأمة وأنهم سقف هذه الأمة. ثم بعد المرحلة الثالثة، وهي بعد أن تعرف أهميتهم وفضل وأنهم فاقوا البشر وأنه لا نظير لهم في البشر، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا بقية العشر المبشرين بالجنة ولا أهل بدر ولا بيعة الرضوان، هؤلاء ما يسوون شيء عندهم. ثم بعد ذلك يأتي إلى كما قلت، ثم بعد ذلك إلى من يعني تلمس خصوم وأعداء لهم وهم النواصب، وأنها من لا يذكرهم ويعارض كذا فهو ناصبي يبغضهم، وهكذا. فالشبهة جاهزة. فهذه خطة ماكرة جدا لاصطياد المسلمين السنة في شبك هذا الأخطبوء، في هذا السرطان الذي يعادي المسلمين، وعلى حسب أو شماعة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما دمت تحب أهل بيت النبي، ولا نشك في ذلك نحن،
وأنت لا تشك في محبتنا كذلك آل بيت نبينا، لماذا لا تفرد على صفحتك فضائل أبي بكر الصديق، فضائل عمر الفاروق؟ فهم لهم فضائل، ولهم عبادة، ولهم ورع، ولهم تقى، ولهم قصص ألفت بهم كتب. أو على الأقل تذكر فضل ابن عباس حبر هذه الأمة، هو أعلم أهل البيت بعد علي بن أبي طالب في القرآن وتفسير القرآن. فدل ذلك على أن المسألة مسألة خطيرة جدا، وهي نوع من الاصطياد في الماء العكر كما يقولون. وسأنشر هذا المقطع في التيك توك إن شاء الله تعالى، بس صلى الله تعالى يكون هناك بلاغات عنه، وأنشر لي مقاطع أخرى لاصطياد هؤلاء وفضحهم وتبيين وبين مكرهم وخبثهم. والسلام عليكم.